السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات متنوعة مع فيديو جديد. كيف ما كتلاحظوا غندير واحد الحليوة عادية سهلة ودغيا كتوجد. انا عندي واحد شوية ديال اللوز، يعني حمرته وغادي دابا نطحنو. صافي فاش طحنتو غادي نديرو في واحد الاناء اللي غنخلط فيه جميع المكونات. نتوما عندكم يعني اختياري اللي بغيتو، الحشوه كتكون اختياريه اللي بغيتو ديرو. انا درت هنايا اللوز، نتوما عندكم كاوكاو ديروه، عندكم اي حاجه ديروها ماشي مشكل. صافي كنجيب التمر حيت ليه داك العظم ديالو بعد ما نقيته، غنديرو في الهاشوار دابا باش يطحن. صافي فاش غادي يطحن حتى هو، وتا التمر اختياري، يعني ممكن ديرو الكرموس اولا سميتها شنو نقولوا ليها، الشريحه كتجي المذاق ديالها يعني زوينه بزاف، كتجي المذاق ديالها زوين. انا عندي هنا التمر، درت التمر حتى هو يعني كيجي زوين. صافي غادي ملي طحن غادي نخوي على هاد اللوز يعني باش نخلطهم، وغنزيد حتى الجنجلان اولا السمسم. نتوما بغيتو ديروا الجنجلان من الاول مع اللوز يطحنوا يعني ديروهم. انا لا خليت غنخلي الجنجلان حتى الاخر نديروه هكاك صايل. من بعد نتوما غادي تزيدوا يا اما العسل يا اما السكر، يعني السكر كلاصي، اولا تزيدوا غير الماء. الا ما كاين حتى شي حاجه من هذا غديروا الماء. انا فضلت ندير داك الفين كوطو اللي كنت درت معكم ديك المره في الفيديو، اولا ما يسمى بدبس العنب. غادي نديرو في باش نخلط، يعني غادي ندير واحد 2 معالق هكاك القياس باش غادي نخلط حتى هو كيجي زوين. انا كنستعملو في سميتو بلاصه العسل، كنستعمل هذا كيجي زوين. صافي كنديرو القياس اللي غادي يخلط لينا هذا الخليط. وكيف ما قلت لكم اختياري، اي حاجه بغيتو تخلطوا بها خلطوا بها، ولو غير القطرات من الماء مع الماء زهر حتى هي كتجي مزيانه. المهم فاش كنزيد انا هذا الخليط كنحركو، وكنزيد معاه كما قلت لكم الجنجلان ديجا محمر انا عندي. كنزيدوا القياس اللي بغيتو، يعني القياس راه على حسابكم نتوما، يا قد ما بغيتو تكثروا بغيتو تقلوا على حسب، ماشي يعني واحد القدر معين. صافي وكنحرك كلشي هاد المكونات حتى كتولي لنا واحد العقده يعني مندمجه مع بعضياتها. كنخلطها بيديا حيت كتكون شويه قاصحه، ما كتبغيش تصايب تخلط بمعلقه. وعندي انا هنايا باستا صفوليا جبتها، وجبت شويه درت لها شويه ديال الزبده كريميه. كندهن بالزبده هي الاولى، كندهنها كامله غير شويه القياس وصافي ما كنكثروش. وكنجيب القطاعه كنقطع هاد الباستا، كنقطعها يعني على شكل دائري، كنقطع على طريفات دائريه باش تسهل علينا يعني نعمروها. انا دابا غادي نقطعها على 3 د المرات بالعرض و3 مرات بالطول، يعني غيجيونا 9 ديال لي مورسو. نتوما نقطعها 3 على الطول 3 بالعرض، تقريبا يكونوا متساويين، يعني يكونوا عينكم ميزانكم يكونوا متساويين شويه. صافي فاش كنقطعها على هذا الشكل كنجيب الحشوه ولا العقده اللي درنا، ديك العقده اللي درنا كنديروا على شكل حريبلات صغيورين، وكنديرها في الوسط ديال العجين ديالنا.
واما ديروا باستا سفول يا اما ديروا ديك باستا فيلو ولا غير هذا ديال المسمن. هذه العجينه ديال المسمن راه غنوريكم في الاخر حتى هي واحد شويه ديال العجينه ديال المسمن كتجي فيها زوينه. المهم لا باستا اللي عندكم ديروها صافي. وكنديروا بحال هاد الحريبلات صغيورين في الوسط ديال القطع وكنلويوهم. كنلوو كنحاول نسدو داك التحت ديالها مزيان ونديروها على شكل هلال. كنديروها على شكل هلال وداك الفتحه كنخلوها لتحت كنحطوها عليها باش ما تحل. صافي كنلويوها كنديروها على شكل هلال وكنحطوها في الاناء اللي غيدخل الفران على داك الشكل هذا. وكتضغطوا عليه واحد شويه بحال الشكل ديال كعب الغزال مثلا، بحال المهم بحال داك الشكل وصافي. نتوما بغيت ديروا ليها شي طريقه واحده اخرى راه الطريقه راه كتبقى اختياريه، غير هذه طريقه سهله عاديه سهله دغيا كتوجد ما فيهاش يعني ما فيهاش بزاف الوقت. صافي وكنستمروا حتى كنكملوا كامله هاد العجين ديالنا نكملوها كنسدوها صافي وكنحطوها في سميتو. انا غنخليها ني تمايا في الكارطه ديالها في هذاك الورق ديالها ندخلها للفران هكاك. وغنجيب العجين الاخرى حيت بقات ليا شويه ديال الحشوه هذه غندخلها للفران كيف ما كتلاحظوا هكا كيفاش كتكون. قبل ما ندخلها غادي ندهنها بشويه ديال الزبده. انا دهنتها غير بشويه الزبده، نتوما بغيت دهنوها بالصفر ديال البيض يكون حسن. الا دهنتوها بالصفر ديال البيض كيكون حسن. انا دهنتها بشويه ديال الزبده كلها وخليتها على جنب. وبقات لي شويه ديال الحشوه ديك غادي نديرها كما قلت لكم في الاول في هذاك ديال المسمن. بقات لي من البارح يعني درت شويه المسمن وبقات لي ايوا صافي قلت نعمر بها هاد العقده هذه. وراه حتى هي كتجي زوينه. كنديرها قريصات صغيورين صغار من هكا كاع. انا راه زدتها واش كبرتها واحد شويه كنديرها رقيقه وكنشدو ديك الحشوه كنديرها الوسط صافي وكنلويوها حتى هي وصافي وكنعمروا بها الاناء اللي غيدخل الفران. وإلا كانت كبيره ولا شي حاجه كنقطعوا دوك الجوانب الا كانوا شايطين كنقطعوهم كنخلوها غير القياس كيف ما كتلاحظوا. هذيك العقده دارت ليا مارس 6 ولا شحال في هاد المول اللي غيدخل الفران. بنفس الطريقه اللي درنا في الاول كنديروا في هذا ديال المسمن. غير هذه ديال المسمن كنقصوا منها الجوانب حيت كتكون شويه كثيره صافي. وتا هي كندهنوها بشويه ديال الزبده من الفوق كندخلوها الفران. من بعد كطيب كتولي على هذا الشكل هذا. تولي على هذا الشكل يعني كتكون زوينه وهشيشه كتجي هشيشه وحتى المذاق لداخل. وانتم تلاحظوا هذا ديال المسمن حتى هي كتجي رائعه كتجي مقرمشه والمذاق لداخل زوين. المذاق كيكون زوين. المهم هذا هو الوصفه ديالنا ديال اليوم. هي سهله وفي نفس الوقت اقتصاديه اللي كاين عندك في الدار كتستعمليها. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بطريقتي او لا بطريقتكم. المهم راه بحال بحال. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.